ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اولا ندعي لاخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم. النهاردة هنكمل مسيرة زو اللي بيرقص. هنجرب زو فلفل حلو، زو ليمون حلو. هنجرب ونشوف. ومعانا حاجة جديدة كمان هنجرب، زو شرائح كري. اول ما فتحت الكيس ريحة الليمون طلعت. شرايح زي ما انتوا شايفينها كده، والكمية زي ما انتوا شايفينها جوه. طبعا برضه ب5 جنيه. طبعا الكمية زي ما انتوا شايفين. طبعا شرايح دي زي انواع البريك اللي احنا عارفينها، بس هم عاملين يعني ايه، الليمون كتير قوي فيها. ليمون زايد. هي حلوة بس الليمون زايد. نخش على اللي بعده. زو فلفل حلو. هنجرب. ده طبعا مش شرايح زي الكيس التاني. كمية هشة شوية بس حلو. زو فلفل حلو زي ما انتوا شايفين كده. برضه طعمه حلو. فلفل حلو اللي انت تقول هو عليه فلفل بس طعمه حلو، يبقى فلفل حلو. طبعا ممكن واحد يقعد يتسلى كده لما ياكل الكيس كله. هنا فلفل حلو، زو طعمه جميل برضه. الحاجة التالتة بقى تايجر خل وملح. ده الجديد، قلت اجربه معاكم برضه. ما قصديش جربته بصراحة. وب10 جنيه مش ب5 زي تارجة العادي. 10 جنيه خل وملح. هنجرب مع بعض. كمية برضو انت عارفين الشيبس بيبقى الكيس كده، بس هما شوية تحت كده زي ما انتوا شايفين. شرايح مش شيبس عادية، مضلعة بس مضلعة قوي يعني. خل وملح. وشرايح ناشفة قوي يعني. بس انا مش حاسس ليه بالخل والملح، حاسس بالبطاطساية تخينة وناشفة قوي. مهيش وحشة بس مفيش فيها الطعم القوي يعني. هو في منه اطعم تانية هنبقى نجربها سوا برضه، بس خل وملح ده الطعم مش باين فيه. نجرب تاني يمكن الطعم يجي بس في اخر الكيس. ب10 جنيه يعني. هما الكمية بصراحة قليلة بس مش عارف. الطعم مش باين فيه. هو عايز ممكن يكون طعم الكباب او الجبنة ممكن يكون اطعم. هنجرب مع بعض باقي الاطعم بس في فيديوهات تانية. تايجر موديل جديد